الوحدة الأولى هنتكلم عن الدرس الثاني تأثيرات خطوط الطول ودوائر العرض. أول حاجة بنبتدي بيها الدرس بيقول لي يؤثر الموقع الفلكي على الدولة على عديد من الأمور التي نشاهدها وتحدث لنا طوال اليوم. طب تعالى ندلل على كده. يؤثر الموقع الفلكي بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول على النحو التالي. تعالى نفتكر الأول يعني إيه أصلا كلمة موقع فلكي. هو الموقع المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. أول حاجة هنبتدي نتكلم عليها هي تأثير دوائر العرض. دايرة الاستواء اللي احنا اتكلمنا عليها هي أكبر دائرة عرض. دايرة الاستواء هي دائرة العرض الرئيسية وبتؤثر دوائر العرض على المناخ. يعني كلما اقتربنا من دائرة الاستواء بترتفع درجة الحرارة، وكلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء بتنخفض درجة الحرارة. طيب تعال نشوف كده مع بعض المناطق الحرارية. دوائر العرض هي اللي بتقسم لنا الكرة الأرضية كلها إلى مناطق حرارية. هنقسمها. يعني إيه أصلا كلمة منطقة حرارية؟ قال لي أي مساحة على الكرة الأرضية بتتشابه في خصائصها المناخية. يعني المنطقة اللي هتشابه في الحرارة، في الرياح، في الأمطار، بنطلق عليها كلمة المنطقة الحرارية. الشكل اللي ظهر قدامنا ده يا شباب بيوضح لي المناطق الحرارية اللي موجودة في العالم. يعني مثلا عندي في حاجة اسمها المنطقة المعتدلة. بص عليها كده معايا على الخريطة اللي ظاهرة قدامنا. دي تقع ما بين المدارين والدائرتين القطبيتين. وتقع المنطقة الباردة اللي هي متلونة عندك باللون الأزرق حول القطبين، سواء القطب الشمالي أو القطب الجنوبي. تقع مصر بقى اللي هي الدولة بتاعتنا في المنطقة ايه؟ قال لي مصر تقع في المنطقة المعتدلة الحارة، وده بسبب موقعها بالنسبة لدائرة الاستواء. عشان كده احنا بنرتدي ملابس خفيفة عندما يكون الجو حار، بينما عند السفر إلى دولة أخرى ذات مناخ بارد بنرتدي ملابس ثقيلة. على تأثير دوائر العرض من حيث المناطق الحرارية، تعالى نتكلم على تأثير خطوط الطول. الأرض مقسمة بتاعتنا إلى 360 خط طول، وخدنا قبل كده خط الطول الرئيسي ويسمى جرينتش، وده الدرجة بتاعته بتكون 0. طيب لو عايزين نحسب الفرق يا شباب، فرق التوقيت، بنعتمد على خطوط الطول. المرجع الأساسي بتاعنا للتوقيت هيكون خط الطول الرئيسي اللي هو جرينتش. الفرق ما بين كل خط طول والآخر بيكون 4 دقايق. يعني لو عدينا 15 خط طول فاحنا كده بالزمن لو جينا حسبناها هنلاقي الفرق ساعة زمنية. يعني لو الخط الأحمر اللي ظاهر قدامنا ده هو خط جرينتش واتجهنا نحو الشرق، ولو اتجهنا ناحية الغرب ايه اللي بيحصل؟ لو رحنا ناحية الشرق هنلاقي ان اذا اتجهنا شرقا نتقدم في الوقت، هنزود عدد الوقت. ولو اتجهنا في الغرب فاحنا بنتأخر في الوقت بتاعنا. يبقى مين اللي بيحسب لنا فرق التوقيت؟ يبقى هي خطوط الطول. شباب ناخد بقى مع بعض دلوقتي كأننا هنعمل رحلة لمحافظة موجودة من ضمن المحافظات المصرية الموجودة. احنا عارفين ان احنا عندنا 27 محافظة. تعالى نعمل رحلة لمحافظة بورسعيد. العلم اللي ظهر قدامنا ده مش بنسميه طبعا علم، احنا بنسميه شعار المحافظة. العلم بيكون للدولة. طب تعالى ناخد شكل محافظة بورسعيد موجودة على الخريطة فين. هي الدايرة اللي لونها أحمر ديت اللي موجودة على الخريطة، هو دي محافظة بورسعيد. تقع فين؟ تقع محافظة بورسعيد على خريطة مصر في اتجاه الشمال الشرقي لمصر. تعتبر بورسعيد من البيئات الساحلية. طبعا عارفين ان احنا عندنا اكتر من بيئة في مصر. عندنا زراعية دي خاصة بالزراعة، عندنا صناعية دي بالمصانع، عندنا البيئة الساحلية يبقى دي اللي بتطل على البحور والمحيطات. فبما انه قال لي ان بورسعيد بيئة ساحلية يبقى هي بتطل على البحر. يبقى لو جه سألني بما تفسر تعتبر بورسعيد من البيئات الساحلية اقول له لوقعها على البحر. طب انهي بحر؟ زي ما احنا شايفين على الخريطة البحر المتوسط. أقرب المسطحات المائية إليها قلنا البحر المتوسط وقناة السويس. طيب إيه الموارد بتاعت محافظة بورسعيد؟ يعني بورسعيد مثلا أهلها بيشتغلوا في إيه؟ تعتبر بورسعيد من أهم محافظات مصر في الإنتاج السمكي بما إنها بتطل على البحر المتوسط. تقع شمال قناة السويس كمدخل بحري هام لمصر. تشتهر كمان بورسعيد بوجود ميناء بحري هام يصدر من خلاله المنتجات المصرية. يستقبل الميناء اللي موجود عندها أو المينا معظم تجارة الحاويات. الحاويات يعني السفن اللي بتدخل إلى مصر.
بعض على محافظة بورسعيد. تعالى نشوف مستقبل المحافظة ديت اللي هي محافظة بورسعيد هيكون في ايه. هيكون في 3 حاجات يا شباب. ان احنا نهتم قوي قوي بالنشاط الصيد بما ان هي في البيئة الساحلية ومطلة على البحر المتوسط وقناة السويس. نعمل حاجة اسمها صناعة تعليب الاسماك. معنى كلمة تعليب ان انا احط سمك في علب زي مثلا التونة زي السردين. وكمان دعم نشاط النقل البحري. يبقى احنا كده عندنا 3 حاجات في مستقبل محافظتي: نهتم بنشاط الصيد، نعلب الاسماك، وندعم نشاط النقل البحري. التاني، إلى اللقاء في الدرس التالي بإذن الله.